حتى المنتخب العماني الذي خسر من المنتخب العراقي والمنتخب الاماراتي اليوم يلعب امامنا بقتاليه ويتعادل معنا. لا مش هو قوي، لا تقولوا انه قوي، هو خسر من الامارات وخسر من العراق. احنا منتخبنا دي هو ضعيف، جت لنا اكثر من فرصه وضيعناها، واستقبلنا هدف سامج وساذج. يعني بالله عليكم الركنيه لاحظوا الركنيه، لا ما جت الركنيه والمدافعين حقنا خلصوها، هي داخل منطقه الجزاء الكوره، خرجت الكوره والمدافعين حقنا كلهم خرجوا. رجعت الكوره، اين المدافعين؟ مش متواجدين ولا متمركزين ولا بيلتزموا بتعليمات مدرب، كانهم بيلعبوا في الحاره. فزنا خسرنا، والشعب اليمني قدو داري انه لو فزنا ولا خسرنا عادي، خلاص ما بش دعم، ما بش معسكرات، ما بش كذا، ما بش فلوس، ما بش. احنا دارين اتحاد كرة القدم انه فاشل، افشل اتحاد كرة قدم في تاريخ البشرية، الاتحاد اليمني لكرة القدم، وعلى رأسهم الشيخ أحمد العيسي. وأنا بسوي فيديو وبنزل فيه هذا الكلام، وأشياء الفيديو هذا يطلع ترند بيوصل له. 20 سنة رئيس الاتحاد اليمني، 20 سنة رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم ولا سويت شيء غير الفشل ورا فشل. حتى رسمتوها في رؤوس الشعب اليمني انه ما يحق لناش نفرح، والكرة اليمنية دائما هكذا. لا، الكرة اليمنية ماشي هكذا. والله العظيم ان معانا مواهب ومعانا نجوم ومعانا اساطير، لو هم في دول ثانية انهم بيبدعوا ويمتعوا، وان المنتخبات اكثر اللي بتختاروها نصفهم يعني استحقاق ونصفهم وساطات. عيب ارتقوا. انشروا المقطع. تحياتي.